طلاب وأبطال الصف الأول الثانوي إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني من فيديو الدين اللي فات، دلوقتي جبت لكم أسئلة للفلسفة. بس دي أسئلة بالإجابة على طول عشان نراجع مع بعض بسرعة، في كتير بيقولوا الفلسفة سهلة بس محتاجة إن احنا نراجعها يا شباب. يلا بينا يا أبطال ناخد أول سؤال. بيقول يقول نيوتن: أجمل النظم على الإطلاق هو الكون، فلا يمكن أن ينبثق إلا عن حكمة وهيمنة خالق. يبرر القول السابق أحد أساليب التفكير، وهو الأسلوب إيه؟ العلمي ولا الخرافي ولا الإبداعي ولا الديني؟ طبعا بيبين أو بيوضح الأسلوب التفكير الديني. رقم 2، يقول لالاند: كل جملة من الإشارات يمكن أن تكون وسيلة للاتصال. يشير القول السابق إلى أن التفكير الإنساني إيه؟ تجسيد للسمات الشخصية للفرد، ولا تعبير لفظي رمزي، ولا إدراك للقوانين العامة، ولا مرتبط بالنشاط العلمي؟ طبعا لما تكون الجملة بتقول الإشارات يمكن أن تكون وسيلة للاتصال، طبعا ده تعبير لفظي رمزي. رقم 3، يقول إبراهيم الفقي: العاقل من يستخدم التفكير الصحيح ليتغير للأفضل في حياته المقبلة. يشير القول السابق إلى التفكير الإنساني إنهي؟ هل هو إدراك للقوانين العامة، ولا مرتبط بالنشاط العلمي، ولا مرتبط بالنشاط النظري، ولا يجسد السمات الشخصية للفرد؟ طبعا العاقل من يستخدم التفكير الصحيح ليتغير للأفضل في حياته المقبلة، ده مرتبط بالنشاط العملي. تمام. رقم 4، يقول جراهام بيل: لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون. يعكس القول السابق أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير، وهي أقرأ لكم الاختيارات: نقص المعلومات، ولا الهيمنة والسيطرة، ولا القابلية للاستهواء، ولا التعصب والتطرف. لما بيقولك لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم لأنه يقودك حيث ذهب الآخرون، طبعا ده القول ده بيشير أو بيمثل الهيمنة والسيطرة. رقم 5، رغبة الطفل في تفكيك لعبته التي أثارته بحركتها الظاهرة، وإصراره على ذلك في محاولة لاكتشاف سر هذه الحركة. الموقف السابق يعطي مثال على أهمية التفكير الفلسفي للإنسان في تكوين الفلسفة خاصة، ولا غرس محبة المعرفة، ولا تشكيل العقل والفكر، ولا تحليل ونقد الآراء. طفل عايز يفكك لعبته عشان يعرف هي كانت بتتحرك ليه، يبقى غرس محبة المعرفة. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 6، يقول هنري توماس: حب الحكمة كالشمس تماما، يزغ نوره من الشرق ثم ما لبث أن انتشر تجاه الغرب. فإن كانت الفلسفة اليونانية تتسم بالطابع النظري، وفلسفة الشرق تتسم بالطابع الأخلاقي الديني، فإن العلاقة بينهما علاقة إيه؟ طابع نظري وطابع أخلاقي ديني. انقطاع ولا تبادل ولا انفصال ولا تواصل؟ لو لاحظنا كده اللفظين طابع نظري وطابع أخلاقي ديني، ده تواصل. نركز شوية هنجيبها يا ولادي، الفلسفة سهلة. رقم 7، يقول جون ديوي: على الفلسفة أن تركز اهتمامها على إيضاح معنى يتخذ طريق لفهم الأمراض والعلل الاجتماعية ومعالجتها. يعكس القول السابق وظيفتين من وظائف التفكير الفلسفي: وصف الواقع والتفكير، ولا وصف الواقع وتغييره، ولا وصف الواقع واستشرافه، ولا تبرير الواقع واستشرافه. طبعا بيفسر الواقع وتغييره، هي الجملة مفسرة نفسها يا ولاد. المهم عندنا ان احنا نقرا السؤال بتركيز، هتعرفوا تختاروا الاختيار سهل جدا. قول ديكارت: إن اختلاف آرائنا لا ينشأ عن كون بعضنا أعقل من بعض، بل ينشأ عن كوننا نوجه أفكارنا في طرق مختلفة ولا نطالع الأشياء ذاتها. يعني عايز يقول إن إحنا بنختلف الآراء عشان إحنا كل واحد دماغه في طريق مختلف، مش كلها في مكان واحد، ومش كلنا بنبص لنفس الحاجة. بيقولك بقى الموقف ده يعطي مثال على أهمية التفكير الفلسفي للإنسان فيه غرس محبة المعرفة، ولا تشكيل العقل والفكر، ولا تحليل ونقد الآراء، ولا تكوين فلسفة خاصة. طبعا لما يقولك احنا مختلفين في الآراء، مش بنبص لحاجة واحدة مع بعض، يبقى كده بيكون فلسفة خاصة. طيب رقم 9، يقول جاستيان واردر: الفلسفة لم تكن يوما لعبة اجتماعية،
إنما تتحدث عن من نكون ومن نحن ومن أين جئنا. يعكس القول السابق تعريف الفلسفة من حيث بيقول إحنا مش كلنا لعبة اجتماعية، إحنا بنتحدث من نكون إحنا مين ومنين جينا ومنين وصلنا. يبقى ده علم كلي، ما هوش توجيه سلوكي وما هوش اتجاه عملي ولا هو ارتقاء بالحياة. رقم 10، استمدت الثورة الفرنسية مبادئها من كتاب العقد الاجتماعي للفيلسوف الفرنسي جان جاك روس، والذي ساهم في نهضة فرنسا وتحولها إلى النظام الجمهوري. يمثل الموقف السابق اللي هي المبادئ الثورة، يعني يمثل توظيفا لدور الفلسفة وأهميتها بالنسبة لإيه؟ الفلسفة هو هنا بيكلمك عن ثورة، مجتمع، نهضة لبلد. يبقى ما هوش العصر، لا فلسفة عصر ولا فلسفة فرد ولا فلسفة تاريخ، ده فلسفة مجتمع. طيب رقم 11 بيقول سعى فلاسفة البيئة حديثا لإيجاد منظومة تصلح ما أفسده الإنسان من العقود الأخيرة لتكون البيئة أكثر، أو لتكون البيئة أكثر إشراقا لعيش الأجيال المقبلة. يشير الموقف السابق إلى أحد وظائف التفكير الفلسفي، وهي بيقول لك البيئة حديثا سعى الفلاسفة الموجودين دلوقتي لإصلاح المنظومة اللي بوظها الإنسان في الأزمنة اللي فاتت. يبقى إيه؟ استشرافة أو استشراف المستقبل، هما بيحلموا بحاجة أحلى. ماشي؟ طيب رقم 12، يقول ديكارت أن المرء الذي يحيا دون التفلسف، يعني ما بيتفلسفش، اللي هو حقا كمان يظل مغمض عينيه لا يحاول أن يفتحها. يدل قول ديكارت على أن الفلسفة إيه؟ أكيد بيقولك لازم كل واحد يفتح عينه، واللي ما بيشوفش ما بيفلسفش يبقى أكنه مغمض عينه. يبقى هنا هو بيحب الفلسفة، يبقى أكيد هي ما تقاومش العقل وأحكامه، وأكيد ما بتأديش جمود العقل يعني تخلفه، وأكيد ما بتبحثش عن العلل القريبة للظواهر. يبقى أكيد هو الاختيار التالت، تعطي للفرد معنى للحياة. هو بيقولك اللي ما بيتفلسفش أكنه مغمض عينه، يبقى هي بتعطي معنى للحياة. رقم 13، اختلفت أنا وزميلي حول موضوع ما، فعرضني بمجموعة من الأدلة التي تثبت خطئي وتؤكد صواب رأيه، فقبلت رأيه ووافقت عليه. يعد الموقف السابق تطبيقا لمهارة إيه؟ أنت حد اختلف معاك في الرأي، اقتنعت برأيه ووافقت عليه، مش تجريد ومش شك ومش تساؤل، انت ده اسمه التسامح. انت قدرت تتنازل عن رأيك لأنك لقيت رأيه هو الصح، ما تعجرفتش وما نشفتش دماغك يعني. رقم 14، يقول راسل، ده غالبا أحد أسماء الفلاسفة، لحظات من الخلوة أو لحظات من الخلوة تحقق لي، لما هو بيختلي بنفسه، التركيز وتدفع في نفسي قوة هائلة لمواصلة الطريق. القول ده بيعكس إيه؟ أحد خصائص التفكير إيه؟ واحد بيقول أنا لما بختلي بنفسي يعني بتأمل مع نفسي، مش دقة مش استقلال ومش دهشة، ده بيدعو للتأمل، خلوة يعني تأمل. رقم 15، يكون الغزالي برضو أحد الفلاسفة، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. القول ده بيورر ضرورة وأهمية الشك إيه؟ هو واخدها ستيب باي ستيب كده، مش اعتيادي ومش مذهبي مش ارتيابي، منهجي. هو ماشي بيقولك يشك، من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي أعمى في ضلال. يبقى منهجي، عنده منهج ماشي بيه. طيب 16، نجاح فني الصيانة في إعادة، أو نجح فني الصيانة اللي هو المهندس يعني أو الميكانيكي أو الحد الصيانة يعني، في إعادة تشغيل جهاز التكييف بعد فحصه جزء جزء وإصلاح العطل وقيامه بتجميع الأجزاء تمهيدا لتشغيله. الموقف ده توظيفا لمهارة إيه؟ فكه حتة حتة، وكاتب لك فحصه جزء جزء، مش نقد، لأنه مش بيفك ويركب بالكلام. تجريد وتعميم، هو ما فكوش لغاية ما وصل لجوه وسابه. شك وريبة، هو ما فتحوش وقال له أنا شاكك فيك كتكييف. يبقى تحليل وتركيب. تمام يا ولاد، حلله وعرف العطل وبعدين ركبه. رقم 17، يقول كريستوفر هيتشنز ما يمكن تأكيده دون دليل يمكن نفيه دون دليل. انت بتأكد موقف ما عندكش دليل، يبقى سهل قوي ان انا اقول لك وانا كمان مش مقتنع بيه من غير دليل.
القول ده بقى بيعكس ضرورة وأهمية استخدام أحد مهارات التفكير الفلسفي، وهو إيه؟ مش تركيب، مش تعميم، مش تجريد. أنت بتنقد، أنا بأكد حاجة أو أنفيها من غير دليل، ده اسمه نقد. طيب الصفحة اللي بعد كده، يقول سيجموند: الإنسان الأول الذي فضل قذف خصمه، يعني هجوم على خصمه، بكلمة بدل حجر، هو المؤسس الأول للحضارة. يقول القول السابق أحد مهارات التفكير الفلسفي، وهي طبعا الحوار، واحد بيكلم واحد يديله أقوال ياخد منه ردود وهكذا. رقم 19: دخل زائر لمدرسة ما وسأل عدة طلاب في عدة فصول فأجابوه، فذكر في تقريره أن جميع طلاب المدرسة مستواهم جيد. يعد هذا الموقف تطبيقا لمهارة إيه؟ هو دخل بعض الفصول بس كتب تقرير عام، ده اسمه مهارة التعميم. هو دخل حاجة واحدة بس أو كذا حاجة في المدرسة، كذا فصل، وفي الآخر عمم إن الفصل اللي المدرسة كلها كويسة، لأنه خلاص استشف الطابع اللي بيقوله كده. يقول فولتر: إني لا أوافق فيما تقول، لكنني سأدفعك أو سأدافع عن حقك في أن تقوم أو تقول ما تعتقد. يعني مش مقتنع بس ولا موافق على رأيك، بس هشجعك. طب ده القول السابق ضرورة لممارسة مهارة إيه؟ التركيب ولا النقد ولا التسامح ولا التحليل؟ هنقول التسامح. يقول ديكارت إن المرء الذي يحيا دون تفلسف، لا دي احنا قلناها طبعا هي النقد. يقول جراهام بيل: لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم. احنا برضو دي متعادة يا ولاد، هنا دي مش متعادة. يقول توماس: عندما نتحدث عن طريق العيش فأسبح مع التيار، وعندما نتحدث عن المبادئ قف كالصخرة. هنا بيقول عندما نتحدث عن طريق العيش فاسبح كف مع التيار، يعني امشي مع التيار. طب يعكس القول السابق أحد وسائل الفلسفة في تغيير المجتمع. بيقولك امشي مع التيار لما تتكلم عن العيش، ولما تتحدث عن المبادئ وقف كالصخر، المبدأ مبدأ، يبقى المحافظة في المجتمع. طب تعالوا نشوف اللي بعد كده. يقول قائد: التنوير هو خروج الإنسان من القصور الذي ارتكبها، يعني إنه الخطأ اللي ارتكبه في حق نفسه من خلال عدم استعمال عقله إلا بتوجيه من إنسان آخر. طب الفكر ده فكر فلسفي ده بيحقق إيه؟ الاستقلال. طيب يقول براندات: لحظات من الخلوة تحقق، احنا برضه دي عدناها يا ولاد، يبقى التأمل. يقول جوزيف جوبرت: إن الهدف من الحوار والجدال مع الآخرين ليس تحقيق النصر عليهم، بل دفعا إلى التقدم. التفكير ده أو القول ده يدعو إلى إيه؟ التواصل العقلي مع الآخرين، مش للاستقلال عنهم ولا الإبعاد عنهم. يقول علي عزت، مين علي عزت ده يا ولاد؟ بيجوفيتش، ماشي الاسمين مش راكبين على بعض بس شغال، ده أكيد فيلسوف يعني. الفن هو معرفة الخاص، والفلسفة والعلم معرفة للعام. طبعا أكيد مادام قالك حاجة خاصة حاجة عامة يبقى ده تعميم، مش تجريد ولا تحليل ولا تركيب. يقول إريك: الفلسفة تناقض السذاجة، إنما لا تعتقد شيئا ولا تثق في أي شيء، وهناك شيء واحد هو على يقين تام منه، هو إرادته الخاصة في الفهم. القول ده بيعكس التفكير الفلسفي إيه؟ نعيدها تاني، هتلاقوها بيساعد على الشك أو التفكير الفلسفي الشك. بس احنا ممكن نوقف ونقرا الجمل يا ولاد تاني لو في جملة مش مفهومة، أنا بس مش عايزة أطول عليكم، احنا داخلين على ربع ساعة. يقول سيجموند: الإنسان الأول الذي فضل مهاجمة شخصه أو مهاجمة خصمه بكلمة بدل حجر هو المؤسس الأول للحضارة. دي قلناها يا ولاد، بيدل على أو يشير إلى التفكير الفلسفي الحوار. برضو رقم 30 متعادة، بس ممكن نوقف الفيديو كده ونقراها. رقم 31 لا مش متعادة. يقول فولتر: إننا أبناء من نفس الأب ومخلوقات لنفس الإله، وإننا عجين من الأخطاء والنقائص. يعكس القول ده مهارات الفكر الفلسفي، وهي
بيقول لنا إحنا كلنا تحت الضغط مع بعض، وكلنا من أب واحد ومن إله واحد هو اللي خلقنا، يبقى بيعكس تفكيري الفلسفي التسامح. يقول برتراند راسل: الفلسفة نوع من المغامرة الاستكشافية التي تقوم بها لذاتك. ده الفكر الفلسفي ده قول السابق. تعريف الفلسفة من حيث إيه؟ طبعا استكشاف، علم علوم. لا، مش علم علوم اللي هو تخصص الثانوية العامة يا ولاد، ولا علم أدبي، هو علم العلوم. يقول تشارلز: الفكر في خطة أو فكر في خطه للعمل ومشروع يشير إلى إيه؟ طبعا مرتبط بالنشاط العملي، خطة للعمل ومشروع. يقول كلاود: إن الحادثة ليست شيئا في حد ذاتها، فلا قيمة لها إلا بالفكرة التي ترتبط به. الحادثة نفسها مش حاجة في قيمتها، لكن ارتبطت بإيه؟ طبعا مرتبط كده بالنشاط العملي. يقول ريوال إن الحوادث تتقدم إلى الفكر بدون رابطة إلى أن يجيء الفكر المبدع. طبعا القول ده بيشير للتفكير الإنساني إيه؟ إدراك للقوانين العامة، ولا يجسد السمات الشخصية، ولا تعبير لفظي، ولا مرتبط بالنشاط؟ طبعا إدراك للقوانين العامة. شورت في حاجات أنا مش مقتنعة بيها بس لازم نقراها ونحفظها كده أو ناخدها كده يا ولاد. يكون برانارد شو إن إذا حاولت التوقف عن التفكير لعدة دقائق ستجد نفسك محاصرا بالأفكار من جميع الجهات. يعني وقف التفكير شوية تلاقي نفسك متحاصر من إيه؟ من شوية أفكار. القول السابق يشير إن الإنسان يفكر في إيه؟ بطبيعته البشرية، والمخ ما ينفعش يقف. يقول الهاتما غاندي إن الغضب وضعف الاحتمال هما الأعداء الفهم الصائب. الخطأ الذي يعكسه قول السابق هو تغليب العاطفة على العقل. طيب، يكون ميخائيل نعمة: من كان لا يصبر غير محاسنه، ومن كان لا يبصر غير محاسنه ومساوئه فالضرير خير منه. ده بيدل إن اللي متعصب لأفكاره ومتطرف الضرير أحسن منه اللي هو الأعمى. رقم 39 يقول كارل بوبر: الجهل الحقيقي ليس في غياب المعرفة، بل في رفض اكتسابها. حلو قوي، ده بيدل على غرس محبة المعرفة. يقول هيمنجواي: إذا تكلم الناس فاستمع بتركيز، فمعظم الناس لا يستمعون. فعلا ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع مبطئ في التكلم مبطئ في الغضب. فهنا بيقول قبول الآخر واحترام رأيه، وما حد يتكلم اسمعه الأول، تجريش تتكلم وخلاص عشان تثبت وجود. 41 يقول ويليام وشكسبير: استمع لكل الانتقادات لكن شكل حكمك الخاص. ده بيدعو إلى استناد الحوار للدليل والعقل، مش كل ما حد يقولك انت رغاي يبقى انت رغاي، انت ما بتفهمش انت لا، ما ينفعش يا ولاد. رقم 42 يدعو الفلاسفة إلى حق الأجيال المقبلة في العيش بسلام وتجنب خطر الحروب. تجسد العبارة السابقة طبعا استشراقة للمستقبل. أعد بناء هذه الكلمات الثلاثة في صيغة جملة مفهومة تجسد معنى التفكير الإنساني. بيقولك الحواس، المخ، المثيرات. هتقول إيه؟ لازم تعمل جملة مش ترتب الكلمات بس. هنقول مثلا: يتعرض المخ لمثيرات يستقبلها من خلال الحواس فيقوم بممارسة أنشطة ذهنية غير مرئية. ده التفكير. أوكي يا ولاد. رقم 44 وضع الفارابي كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ليرسم من خلاله صورة المجتمع المثالي في محاولة لتغيير الواقع. في ضوء الموقف السابق طبق بمثال من عندك على وظيفة تغير الواقع. طبعا هنقول سعى الفيلسوف فولتير إلى تغيير مجتمعه الفرنسي من خلال اتجاهه النقدي البناء الذي حاول إيقاظ عقوله الأوروبية عامة والفرنسية خاصة. طيب، يقول إبراهيم الفقي: كل يوم نعيشه هو هدية، فلا نضيعه في القلق من المستقبل أو الحسرة على الماضي. اعطي مثال من عندك لأحد وظائف التفكير الفلسفي الذي تجسده العبارة السابقة. ايه التفكير الفلسفي اللي بيجسد ان ما تضيعش الوقت في قلق من المستقبل ولا حسرة على الفاضي، على اللي فات يعني.
هنقول سعى أحد فلاسفة البيئة حديثا لإيجاد منظومة تصلح ما أفسده الإنسان لتكوين بيئة مستقلة أكثر إشراقا لعيش الأجيال المقبلة. طيب يقول كارل: الدهشة تستتبع التساؤلات، يعني الدهشة بتجيب تساؤلات، والمعرفة والشك بصدد ما يعتقد الناس إنه يعرفه أو إنهم يعرفون. طبق بمثال من عندك عن الخصائص التفكيرية. هنقول: دهشة الإنسان من البرامج التي تستطيع التنبؤ بشكل وملامح المستقبل، مما يدفع إلى محاولة استكشافه كيف يعمل البرنامج. طيب نشوف في إيه تاني يا ولاد. برضو إحنا ممكن نوقف الفيديو ونقرأ السؤالين دول. تمام. في تاني؟ لا كده يا ولاد خلصت المراجعة. ما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك وتفعيل للقناة. نسيت اقولها لكم في الاول، فقلت كويس ان احنا نسيناها عشان نقولها في الاخر. هتعملوا لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان لما ننشر خلال الامتحانات دلوقتي مراجعات تجيلكم، لان احنا بندور على النت على احدث المراجعات واحسن المراجعات اللي تنفعكم. ممكن ما تكونش منتشرة كتير، فهيفيدني جدا كومنتاتكم كمان وآرائكم. ما تنسوش زي كل فيديو ما بطلب منكم ومن المراحل التانية اكتبوا لي انت منى محافظة، واشوفكم على خير، وباي باي يا ابطال، سلام.